راضي. اول مفتاح من مفاتيح الرضا انك تكون قانع ان تعيش يومك. لا تشغل نفسك بحزن على الماضي، ولا تشغل نفسك بخوف من المستقبل. الماضي قد انتهى بحلوه ومره، يعني بفرحه وحزنه، خلاص انتهى. العمر اللي فات لا تستطيع ان تسترجعه، والعمر القادم لا تدري كم تعيش. فلماذا تعيش دائما على اعصابك متوترا؟ عيش يومك، يعني كن ابن الوقت، كن ابن الساعة. انا اليوم اعيش، اتحرك على اقدامي، انظر بعيني، اسمع باذني، افكر. سبحان الله، من بات امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بألف خير. النهاردة فيديو جديد وروتين جديد. وحشتوني من الفيديو اللي فات، شكرا جدا على مشاهدة الفيديو اللي كان نزل قبل ده. ده شجعني اقسم بالله ان انا اقوم كده اسجل الفيديو ده واشارككم كمان ان النهاردة هيحصل فيه ايه. في بداية الفيديو طبعا وحشتوني جدا جدا. صلوا على النبي واستغفروا ربنا سبحانه وتعالى، وتعالوا وشوفوا كده الفيديو معايا. ان شاء الله هقولك لو عندك عزومة ازاي تستعد لها ازاي. خطوات بسيطة جدا بس هتفرق معاكي في الوقت والمجهود. هتحسي ان انت قاعدة كده اعصابك يعني مرتاحة جدا، مش متوترة، مش مزنوقة بقى في الوقت وكل الكلام ده كله. في البداية كده عايزاكي تصلي على النبي وتدخلي كده معايا الفيديو وتحطي لايك في البداية، ولو لسه بتشوفي قناتي تشتركي فيها وتنضمي كده لعيلتي على اليوتيوب. ماشي. بصوا بقى، احنا دخلت انا يعني في بداية لما يبقى عندي عزومة، هي هتبقى العزومة هيبقى النهاردة ماشي، بس انا كنت بحضر لها من امبارح. بس في شوية خطوات لو عملتيها هترتاحي جدا جدا، والدنيا هتبقى عندك سهلة وجميلة وبسيطة جدا جدا. طبعا عايزة اقول لك الناس اللي اي واحدة يعني بتعد الطعام، ده بيبقى اجرها بسم الله ما شاء الله مضاعف عن الناس اللي صايمة كمان والناس اللي بتقرأ القرآن وكده، اكنك انت بتعملي افطار صائم اصلا. فربنا يدينا الاجر والثواب، واحتسبي كده النية لله سبحانه وتعالى ان هو يديكي اجر وثواب على عملك. في البداية طبعا هتبقى انت محتاجة، بدل عندك عزومة بتبقى محتاجة بقى شوية خضار وفاكهة والحاجات دي تبقى موجودة في بيتك، علشان لما تبقى عايزة تعملي اي حاجة تلاقي الايه الحاجات موجودة. فانا نزلت السوق ماشي، جبت شوية حاجات وهقول لكم على الاسعار دلوقتي. وبسم الله ما شاء الله الخضار والفاكهه دلوقتي حلو، احنا الاسبوع اللي قبل العيد فدايما بيبقى الخضار والفاكهه لا الفاكهه، لا الفاكهه طبعا سعرها غالي، انما الخضار بيبقى سعره مريح قبل العيد بشويه، انما على العيد بقى الاسبوع الجاي ده يعني السوق اللي هيبقى قبل العيد ده بيبقى غالي جدا ماشي. فانت لو انت بتجيبي لبيتك حاولي ان انت تجيبي بدري، كده كده مش هيجرى لهم حاجه، وبعد ما العيد يخلص على طول تجيبي بقى لنفسك اللي انت عايزاه. يعني ما تروحيش بقى تزنقي نفسك في وقت العيد وتحاولي ان انت تشتري فيها، لا قبله بشويه، وكده كده يعني التلاجة موجوده واحنا اصلا الجو حلو فيحفظ لك الحاجات. نزلت اشتريت البرتقان ده، برتقان بلدي للعصير. تمام. البرتقان كان بكام؟ الاتنين ب25 جنيه. الفلفل كان ب25 ماشي، والبطاطس كان الكيلو ربع ب10. الكوسة كانت ب10 جنيه. الطماطم كان انواع بقى في السوق، احلى طماطم كانت الكيلو ربع ب10، انما كان في طماطم كده يعني اللي هي يعني اقل كده في الجودة شوية وطرية شوية كانت ب5 جنيه، وكان في الكيلو ونص ب10 ماشي. البطاطس بسم الله ما شاء الله جميله، وكل كل الخضار بصراحه يعني انا يعني لما تروحي بقى وانت في بالك ان انت هتسيبي الخضار ده فتره طويله، حاولي ان انت تسيبيه يعني تختاري بقى اللي جودته حلوه عشان يفضل معاكي فتره طويله في التلاجة. الجوافه كانت ب40 جنيه. الموز برضو كان ب35 جنيه بس ما كانش حلو خالص، اللي هو بصوا موز صغير كده ولونه اخضر يعني مش لطيف يعني محدش يشتريه. المهم جبت كمان جزر، الجزر كان الكيلو ربع ب10 جنيه، والبسلة كانت الكيلو ب15 ماشي. انا الاكياس كانت بتغلبني يعني، كل حاجه افتح الكيس وكده ايه فضلت بقى ان هو قافله، بس انا ايه قلت لكم على اللي فيها يعني. دي بسله وده جزر. البتنجان كان الكيلو ب10 جنيه. كنت جايبه خضار محشي، كنت جايبه كمان جرجير. والخيار ده كان كيلو ب10 جنيه برضو. فاللهم صل على سيدنا محمد، دي حاجات اساسيه هنبقى محتاجينها معانا في الاكل يعني.
فطبعا علشان لما تيجي تعملي سلطه تبقى عندك مثلا كل حاجتك موجوده، ما تبقيش تقولي ايه مثلا ايه انا عايزه انزل اجيب حاجه معينه، او تبعتي حد من ولادك او ينزل وما يلاقيش الحاجه اللي انت عايزاها ويبقى عندك الوقت زنقه. لا، انت من قبلها بيوم كده تبقى عامله حسابك وجايبه كل حاجتك والدنيا تمام. ماشي تمام. دي بقى كده الحاجات هنحط الحاجات مكانها. كنت جايبه ملوخيه كمان، دي هتشوفوها، بس ايه ما جبتش خطواتها خالص، بس دي انا عايزه اقول لكم ان انا عملتها امبارح. قطفتها وغسلتها وبعد كده نشفتها، وبعد كده عملتها خرطتها كمان وحضرتها للنهارده اللي هو بقى يوم العزومه يعني اللي هتبقى عندي باذن الله. كنت جايبه جلاش كمان علشان هعمل دلوقتي برضو صينيه جلاش كده كبيره مع الاكل. وانا كنت من اليوم اللي قبلها كمان عامله حسابي جايبه فراخ، غسلتها كويس ونقعتها وسبتها تتصفى يعني تماما من الميه. الوراك اللي كان حجمها كبير والصدور دي فتحتها يعني من عند الصدر كده كنت بفتحها. وكمان الوراك برضو ايه في وراك قطعتها اللي كانت كبيره قوي، وفي وراك بقى ايه فتحتها كده فتحات عشان التتبيله تدخل فيها. برضو الحاجات دي كانت امبارح تمام، يعني تتبيله الفراخ دي من امبارح بالليل يعني. لحد دلوقتي في اخر الفيديو دلوقتي هتشوفوها، انا احطها دلوقتي معاكم على البوتاجاز. طلعت قطعه بصل من اللي انا كنت فرماه تمام. جبت طماطمتين وبشرتهم، معلقه عسل اسود، معلقه صلصه، شويه بهارات مشكله على بهارات فراخ على نص مكعب مرق، كمان فلفل اسود، وكمان بهارات المشويات تمام. حطيتهم كلهم وليمونه كمان عشان ما ننساش، والملح، وما تكتريش ملح عشان طبعا هي هتفضل في التتبيله دي فتره طويله فما تبقاش ايه تبقى حادقه منك. كان البصل في الوقت ده كان لسه يعني لسه جامد، فانا عملته بايدي. بصوا بقى هنطلع الفراخ، هي كانت اتصفت وبقت جميله. هنبدا بقى نحطها في الصينيه دي ونحط التتبيله فيها بقى من جواها وبين الجلد وكده. هتبقى يعني عايزه اقول لكم احلى طريقه فراخ هتاكليها. الفراخ البيضة اصلا زي ما بقول لكم في كل فيديو مش افضل حاجه ان احنا نسلقها والكلام ده كله، لا اصلا هي ما بتبقاش ايه الطعم فيها زي الطعم البلدي او الحاجات دي، او هي اصلا ما بتاخدش وقت في السوى زي الفراخ البلدي او البط البلدي او الحاجات دي. فانت احلى حاجه ان انت يعني تستخدميها كده، تعمليها في صواني، تعمليها في اكل معين، يعني مثلا صينيه بطاطس في اي حاجه زي كده تتبل تتشوي. فدي كده هتبقى طعمها حلو وهتديك يعني ايه هتيجي تاكليها تلاقي طعمها حلو. انما بقى لو سلقتيها في شوربه او الكلام ده متبقاش احلى حاجه بصراحه. المهم انا في الوقت ده فصلت الكاميرا ودعكتها، حطيت بين الجلد وظبطتها كلها وهدخلها. ده زي ما بقول لكم ده كان امبارح بالليل، وحطيتها فين في الفريزر. بصوا شايفين الموز اهو انا وريته لكم، ده كان جاي لي يعني انا مش ما بشتريش الموز اللي هو اللي بيبقى عامل كده يعني. المهم حطيت بقى الفراخ في التلاجة، وده تاني يوم الصبح بقى اللي هو النهارده المطبخ اتشطب تماما زي ما انتوا شايفين كده، الرخام نضيف وكمان خدت الزباله يعني ايه نزلناها علشان طبعا ما تعملش اي ريحه في المكان. البوتاجاز اتغسل والمواعين والدنيا بقت رايقه تماما. كمان دخلت على الصاله والركنه هوريها لكم دلوقتي. طبعا ده المكان اللي الناس لازم هتقعد فيه، فلازم يبقى البيت نظيف مهما كنت بقى، كنت تعبانه مش تعبانه، المهم ان انت هتعملي الحاجات دي كلها. ده احنا الصبح فانا ايه سلقه بيضتين كده لاولادي عشان كده كده هم فاطرين فايه هيفطروا يعني دلوقتي. المواعين دلوقتي بصوا الحوض نضيف وبسم الله ما شاء الله، الحوض دايما بيلمع عندي بسبب ان انتي كل فتره اغسليه بشويه كلور، عارفين الكلور السايب حتى، جيبي شويه كلور وحطيهم على الحوض في الاركان بتاعته كده، واغسليه بقى بسلكه مواعين اللي هي السلك البلدي. هتلاقوا الدنيا بسم الله ما شاء الله منوره. خدتكم كده من المطبخ على طول على الصاله، هنفتح النور واوريكم. انا لسه عامله المكان ده وكنست بره الشقه كمان علشان نبقى ايه كده يعني مستعدين بقى. طب احنا دلوقتي الصبح محدش هيبهدل المكان، ايوه انا اولادي مش هدخلوا المكان ده وهنحاول ان احنا محدش يدخل المكان علشان كده حاجه واحنا خلصنا منها. هقوم بقى انا اكمل الدنيا يعني. بصوا المكان كله بسم الله ما شاء الله متروق ونضيف، وهنقفل. انا كنت فاتحه الشباك شويه يعني عشان نهويه، وبعد كده هنقفله وخلاص.
لو وصلت معايا الوقت ده اوعى تنسى تحط اللايك لو استفدت من الفيديو، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتذكرني كده بكومنت حلو في الكومنتات. ولو لسه بتشوف القناه اشتركي فيها تعجبك، وخدي كده جوله فيها ان شاء الله تعجبك باذن الله. كنت مطلعه كنافه عشان اعملها، ودي الجلاش عشان هنعمل اللحمه برضو كنت معصجاها من امبارح. هحط بقى صينيه الفراخ دي على البوتاجاز. هي المفروض كانت تتحط في اكتر من واحده بصراحه، علشان انا يعني حطاهم فوق بعض علشان طبعا يبقى التست فيهم عالي، يعني طعمهم يبقى حلو. هشغل بقى البوتاجاز واحط الصينيه كده، وهكمل الفيديو ده هتشوفوا بقى نهايته، وهتشوفوا بقى كل التفاصيل بتاعته في فيديو تاني باذن الله. لحد ما اشوفكم في فيديو جديد، هتوحشوني، استودعكم الله، السلام عليكم.